واتفرجت على الحلقة الأخيرة من مسلسل كان يا مكان، وأحب أقول إن ده من التجارب الرمضانية الجيدة واللي أوقات بتبقى جيدة جدا كمان، ولكن عندي شوية مشاكل الصراحة. المسلسل على مستوى السكريبت لشيرين دياب كان واقعي جدا ومليان حيادية، وبتقدم نماذج كتير من العلاقات زي الخط الرئيسي بتاع أبطالنا اللي بيقدم لنا إن كتم المشاعر طول ال 15 سنة بيؤدي في الآخر لإيه، وخاصة لما يكون في حد بيسخنها كمان زي مامتها وطبعا أختها اللي قبلت بواحد مش كويس خالص للاسف. وكمان اللاين بتاع اخت مصطفى اللي جوزها خاين ده للاسف كان حلو، بس في الاخر قفلته ما عجبتنيش. وكمان بنت خالتها وده اللي المسلسل من خلاله قدم قضيه المساكنه. شايفين بقى كل السايد كاركترز دي والخطوط الفرعيه، انا بالنسبه لي هي نص سوا الصراحه، لا يعني كان يطلع منها اكتر من كده وناقصها ابعاد كمان في الشخصيات. والخط الاساسي بتاعنا بالنسبه لي هو الافضل، حتى لو تسلسل النهايه اعتقد ناس كتير هتختلف عليه، في اللي هيشوفه جريء وفي واللي انا منهم كنت اتمنى ان اتجه لقرار تاني افضل. ماجد الكدواني رائع، حنان يوسف قمه الاستفزاز والشر وقدرت توصل ده بشكل مثالي بالنسبه لي. ريتال عبد العزيز كويسه جدا، يسرا اللوزي كويسه، الباقي زي ما قلت كتابه مش احسن حاجه ولكن الصراحه عاملين اداء كويس. عندنا اخراج جيد جدا من كريم العدل، موسيقى تصويريه رائعه من خالد القمار، وتتر معمول حلو جدا من مدحت صالح، واعاده تدوير الاغنيه كلنا بنحبها. فهو بشكل عام من المسلسلات الظريفة واللي كنت بستنى حلقتها كل يوم، ومن الأفضل في رمضان أكيد. تقييمي النهائي 7.5 من 10.